ونحن الآن انتظار آذان المغرب. اليوم 8 رمضان الموافق 1432 هجرية. الكل هنا يستعد لوضع ما اجاد به الله سبحانه وتعالى، وايه تاني، وفول وماء. الكل يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونقول لهم اللهم اني صمت وعلى رزقك افطرت. ونقول ايضا ثبت الاجر وابتلت العروق وذهب الظمأ ان شاء الله. بعد قليل سيؤذن صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنيا من مدينة ملاوي ايضا. بعد قليل سيؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة المنيا من مدينة ملاوي بعد قليل. وايضا سينطلق مدفع الافطار بجانب الاذان، سينطلق مدفع الافطار، وهي عادة رمضانية منذ 200 عام، عندما كانت زوجة الخديوي تقف في الشرحة او في البلكونة او من وراء الارابيسك او اللي يسموه الحرملك. كان احد الحراس يقوم بتنظيف المدفع وقت اذان المغرب، وكان اول يوم في رمضان، وخرجت منه قذيفة فانطلق، وهنا سر اهالي مصر، وكان ذلك منذ 200 عام. واعتقد الناس جميعا ان مرسوما ملكيا او سلطانيا قد صدر باطلاق المدفع في رمضان، ومن هنا صارت العادة، ومن هنا صارت العادة، وهي عادة جميلة حقيقة يعني. الكل ينتظر اذان المغرب من رحاب مسجد العرفاني بمدينة ملاوي، ليختم به يوما جميلا عظيما خاليا من الذنوب ان شاء الله، خاليا من الموبقات ان شاء الله، خاليا من نظرة كده او كده ان شاء الله، راجيا عطف الله سبحانه وتعالى ان يتمم عليه هذا اليوم كاملا. منهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يتصدق، ومنهم من يصلي، ومنهم من يبر والديه، ومنهم من يذهب الى جاره، ومنهم يذهب الى صلة رحمه. ورحمه هذا هو رمضان، شهر العبادة والتقوى، شهر الفلاح والنجاح، شهر البر والتقوى والخير، شهر جميل. يعني عندما يغيب عنا نشعر باننا قد حزنا. الموقع الرسمي لمدينة ملاوي بالتعاون مع بعض الصحف المصرية المعتدلة والصحف الالكترونية ايضا المعتدلة، اخذنا على عاتقنا ان نؤرخ ملاوي من جديد ونعيد امجادها من جديد. نقيم الرموز القديمة ونرفعها مرة اخرى لانها مش مرفوعة على النت. فعندما ترفع على النت وهي التقنية الحديثة، يعرف الناس جميعا في كل بلاد العالم مسجد العرفاني ومسجد يوسفي ومسجد العسقلاني ومسجد المجيدي ومسجد الشيخ ناصر ومسجد ابو الحجاج. ده بالنسبة لرمضان انا مسميها اللي هي مظاهر رمضانية من مدينة ملاوي العريقة. وفي مظاهر اخرى
كالشوارع كشارع سر التجار واعيان ملوي واهل ملوي. وكيف كانت تعيش ملوي منذ 200 عام. نحاول قدر الامكان ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى، وهو عمل مجاني وليس له يعني انا ما باخدش عليه اجر، ولكن امتدادا للمرحوم محمد انور الصناديق وهو مؤرخ ملوي اردت ان افعل هذا منذ عام 2005، والحمد لله لقد وفقنا الله سبحانه وتعالى بان يوجد على اليوتيوب حوالي 227 فيديو، وهذا توفيق من الله عز وجل بكل ما يجري في ملوي من سلبياتها وايجابياتها، ولكن السلبيات اكثر بكثير. ملوي همشت منذ زمن بعيد ونحتاج الان الى من يرقيها، واملنا في الله سبحانه وتعالى ان المحافظ جديد وسراج الدين ان يهتم بها بعد ان ضيعها احمد ضياء الدين محمد خليل وسمير سلام والسابقين. نتمنى الله يعني بعد قليل سيؤذن لصلاة المغرب من رحاب مسجد العرفاني في مدينة ملوي الذي بني في الفيات القرن الماضي منذ 90 عاما مضت، والمسجد الحمد لله يتمتع بديكورات عالية ونظافة عالية. بارك الله فيك. الساعة الآن 7:17 يؤذن اعطيني شوية مية ربنا يكرمك يا رب.